وبيبدأ فيلمنا بأندي اللي بيحب لعبه جدا وبيستمتع إنه يخترع قصص ويبتدي يمثلها معاهم. وبطل قصص الكاوبوي أودي اللعبة المفضلة ليه. ولكن في حدث عظيم بيحصل كل سنة مرة وهو عيد ميلاد أندي. وبيبتدي أودي يجمع كل الألعاب في اجتماع مهم جدا وبيقول لهم أنا عندي كام بند هقول لكم عليهم. أول حاجة إن أندي هيعزل بعد أسبوع ومش عايز ننسى أي لعبة. تاني بند وهو الأهم إن أندي هيعمل عيد ميلاد النهاردة. وابتدت الألعاب كلها تتفرج من الشباك وخايفة إن أندي يجيله لعبة أحسن منهم فيبتدي يسيبهم ويلعب باللعب الجديدة. وابتدت اللعب تتفرج على ضيوف الحفلة، حفلة عيد ميلاد أندي، وكل واحد بيطمن إن مفيش لعبة أحسن منه علشان أندي ما يستغناش عنهم. وابتدى أودي يرسل فرقة استطلاع علشان يبتدوا يوفروا بطارياتهم. وابتدت فرقة الاستطلاع تعمل شغلها كويس جدا واستخبوا في قصرية الزرع عن طريق جهاز متصل ما بينهم وبين الألعاب اللي فوق، وبيقولوا لهم كل الألعاب اللي بتتفتح لعبة لعبة. وابتدت مامته تديله آخر هدية، ولكن للأسف الديناصور وقع الجهاز الاتصال ما بينهم وبين فرقة الاستطلاع. وعقبال ما صلحوا الجهاز جالهم خبر ان اندي واصحابه رايحين اوضه الالعاب علشان يحطوا اللعب اللي خدها اندي. وجريت الالعاب واستخبت في مكانها، ودخل اندي وقع الاودي تحت السرير. وبعد ما خرج اندي لقوا لعبه اندي الجديده وهي باز يطير. وبيبتدي يكلم الفضاء وبيعرف اودي بنفسه ان لعبه اندي المفضله. وباز بيحاول يهاجمه وبيقول له انا رائد فضاء وسفينتي نزلت هنا بالغلط. واودي بيقول لباز ما تدوس على الزراير كتير لبطاريتك تخلص. وبيتعرف على باقي اللعب انا باز اللي بحمل مجره من الامبراطور زوج. والالعاب طبعا منبهره بيه جدا ان هو بيطير. واودي بيقول لهم ماله يعني، وهم بيفهموا ان اودي غيران منه بسبب ان اندي هيلعب بيه اكتر منه. وبيحاول اودي يقول لهم ان هو لعبه واندي هيلعب بيا انا كمان اكتر. ولكن اللي مش قادر يقتنع ان هو لعبه هو باز يطير، مقتنع جدا ان هو رائد فضاء وبس. والديناصور بيسال باز يعني ايه رائد فضاء، وبيبتدي اودي يقول له لا ده ولا رائد فضاء ولا اي حاجه، لانه ما بيطيرش وما بيحاربش بالليزر. وبيبتدي باز يفرد جناحاته وبيطير وهم بينبهروا بيه اكتر. واودي بيقول لهم باز ده بلاستيك اصلا. وباز بيرد عليه يقول له لا انا معدن كربوني. بيقول له يعني ايه، يعني انا مش لعبه؟ بيقول له لا انا مش لعبه زيكم. وابتدى اودي يستفز باز بانه ما يقدرش كمان يطير. وقرر باز يوريهم ان هو ازاي هيطير. وابتدى يطير وقال مقولته الشهيره اللي هي اللا نهائيه وما بعدها. وطار باز وهم انبهروا بيه اكتر من اودي نفسه. وبدل ما كانت اودي لعبه اندي المفضله بقى باز لعبته المميزه. وابتدى اودي يشوف ده ويتضايق اكتر وان الالعاب قد ايه مندمجه مع باز ومنبهره بيه اكتر منه. وقبل ما ينام اندي بياخد لعبته المفضله جنبه على السرير. وابتدى يفاضل ما بين باز واودي ولكنه اخد باز. وابتدى باز يوريهم ان اندي قد ايه حبه وحفر اسمه على رجليه. وابتدى اودي يشوف ده ويتضايق. واصحابه قالوا له الغربال الجديد برضه ليه شده يا اودي. وابتدى يتكلم اودي مع باز ويقول له انت مش هتاخد اندي مني، وبلاش كلام الفضاء ده وانت لعبه اصلا. وابتدى اودي فتح خوذة باز وابتدى باز يكح جدا ويقول انا مش قادر اتنفس. واودي كل ده بيحاول يقنعه ان هو لعبه مش رائد فضاء اصلا. وابتدى يتنفس عادي جدا وان هو ما ماتش. وفجاه بيسمعوا صوت الجيران، صوت غريب جدا وهو صوت زد وهو بيعذب ألعابه. فجر الجندي اللعبة وهو كان مبسوط جدا وفي آخر انبساط. وكانوا خايفين قوي من الولد ده. وابتدى أندي آخر اليوم يلعب بلعبته ومامته بتقول له يلا يا أندي علشان نروح عالم البيتزا. ولكن أودي خاف جدا إن هو ياخد باز معاه عالم البيتزا ويسيبه. فوقع لعبة وقال له يا باز تعالى أنا عايزك تنقذ اللعبة دي من تحت. هو اخترع القصة دي علشان يوقع اللعبة وباز يحاول ينقذها وفعلا وقع. وباقي الألعاب سمعت باز وهو بيقع بيقول له دي مش صدفة أبدا يا أودي. وابتدت باقي الألعاب تكتف أودي علشان ترميه عند الولد المجنون سيد. ولكن أنقذوا أندي بأن هو دخل يدور على باز علشان ياخدوا عالم البيتزا ولكن ملقاهوش، فاضطر ان هو ياخد أودي معاه. ولكن باز لحق عربية أندي وركب معاه. وفي وقت ما مامته بتفول العربية البنزين نزلوا اتخانقوا أودي وباز مع بعض ان هو قد ايه ان أودي عايز يموت باز. وابتدت العربية مشيت وسابت الاتنين في الشارع. وابتدى اللعبتين أودي وباز في حوار ما بينهم شديد. وأودي بيقول لباز لولا ان انت جيت بقيت انا لعبة ضايعة دلوقتي، واندي هيعزل بعد يومين وانا هكون لعبة تايهة في الشارع. لما كنت شرفتنا انت وسفينتك العبيطة وسرقت مني اعز ما املك اللي هو اندي صاحب الالعاب ما كنتش هبقى هنا. فرد باز وقال له الكون كله بسببك في خطر، ان الامبراطور زوك هيدمر العالم كله بسببك، كده انت قطعت الاتصال عني وعن الفضاء. وابتدى أودي يتعصب وقال له انت مجرد لعبة، انت لعبة اطفال. واول ما لقى عربية راح على
كوكب البيتزا وكان هيركب، ولكن قال لا ما ينفعش، لازم اخد باص علشان الألعاب هناك هتموتني. وفعلا ابتدى اودي يركب العربيه وينده على باز، ولكن باز مرضيش، فقال له يا باز تعالى سفينه فضاء. فباز طبعا اول ما سمع كلمه سفينه فضاء راح جري عليه وركب معاه باز من قدام واودي ورا، وطبعا وصلوا كوكب البيتزا واتنكروا طبعا وابتدوا يدخلوا في شكل علب علشان يدخلوا كوكب البيتزا، وابتدوا يدوروا على أندي علشان يلاقوه. وأول ما لقوه قرروا إن هما يركبوا في عربية أخوه الصغير علشان يوصلوا البيت معاه. وأودي وهو بيستعد لقي باز دخل لعبة افتكر إن هي سفينة فضاء، وللأسف دخل أودي معاه علشان يشده، معرفش ليه لأن كان بيلعب الولد الشرير، وابتدى يمسك القفاز اللعبتين اللي هما باز ومعاه أودي وحصل عليهم مرة واحدة. ودخل سيد البيت ولقى أخته بتلعب بلعبة وقال لأخته هاتي اللعبة دي، أما عمل لها عملية كويسة جدا وابتدى ان هو يبدل راسها براس لعبة تانية. ابتدى يخرج سيد من غرفته وابتدت الألعاب تخرج اللي هم أودي وباز، وابتدوا يخرجوا من الشنطة ويلاقوا ألعاب الولد الشرير ده، وكل لعبة عنده مرعبة أكتر من اللعبة اللي قبلها، فكانوا هيموتوا من الرعب أكتر من إن هم يهربوا. ولما رجع أندي مع مامته ملقاش أودي لعبته، وكمان ما كانش لاقي باز، وطبعا الألعاب افتكرت إن أودي هرب علشان يهرب بجريمته اللي هي رمي باز من فوق الشباك. ابتدى سيد يعذب أودي وخرج وساب الباب مفتوح، ومعرفوش يخرجوا بسبب ألعابه، وحاول باز يستخدم الليزر بتاعه على أساس إن هو شغال، وأودي عمال يفهمه إن أنت كده لعبة وهتموت. وابتدوا يخرجوا من الباب ولكن لقيوا الكلب بتاع سيد وطلعوا يجروا تاني على الأوضة. وابتدى يجي إعلان على التلفزيون في أوضة سيد عن لعبة باز يطير، وباز بيتفرج عليها، والأول مرة باز بيعرف إن هو لعبة، وبيقتنع بكلام أودي إن هو قد إيه مجرد لعبة ما بتعرفش تطير. وكمان طلع فوق السلم علشان يحاول وقال إلا نهائية وما بعدها، ولكنه وقع من على السلم وإيده اتخلعت. وكانت أخت سيد لقت باز واقع فأخدته وابتدت تلعب معاه، ولكن أودي أول ما شافه ابتدى يحاول يدخله علشان يطلعوا ويهربوا من الشباك عن طريق إن هما سلك متوصل ما بينهم وما بين بيت أندي يوصل لأصحابه الألعاب. وابتدى أودي ينادي عليهم على ألعابه أصحابه القدام، ولكن بطاطس مرضيش، افتكر إن أودي خاين وابتدى يقول لهم لا مش هننقذه. وعلشان أودي يثبت لهم إن معاه باز ابتدى يطلع إيد باز ويقول لهم هاي أنا باز أنا معاكو، وابتدى يسلم عليه ويعمل شغل ويمثل لهم، ولكن للأسف اكتشفوا إن إيد باز في إيده، فافتكروا كمان إن هو قتل باز وأخد إيده يلعب بيها. وابتدت لعب سد تجري حوالين باز وتمشي فوقيه، ولكن أودي بيحاول يمنعهم فاكر إن هم هيموتوه، ولكن للأسف هم بيصلحوه علشان يرجع بإيدين الطيران. واختفت الألعاب أول ما دخل سيد، وكان عايز يفرقع لعبة من الألعاب وهي أودي بصاروخ، ولكن قعد يدور عليه ملقاهوش لأن أودي كان مستخبي. أما سيد فبص تحت رجله لقى باز فربطه بالصاروخ، ولكن اليوم ده من حظ باز إن الدنيا كانت بتمطر وما ينفعش يطلق الصاروخ، وابتدى يظبط المنبه لتاني يوم علشان يبتدي يفكروا إن هو يطلق اللعبة بالصاروخ. وأندي كان متضايق جدا ان هو هيعزل من غير أودي وباز لعبتين المفضلين، وأودي كان عايز ينقذ باز من الصاروخ ولكنه كان قاعد في صندوق وعليه حاجة تقيلة مش عارف يتحرك، وأودي بيحاول مع باز ويقول له انقذني علشان انقذك، فباز بيقول له انا مجرد لعبة ملهاش اي لازمة، انا مش رائد فضاء ولا اي حاجة. فرد عليه أودي وقال له من الاحسن ان انت تكون لعبة حقيقية احسن من ان انت تكون رائد فضاء مزيف، انت لعبة أندي المفضلة، بص على رجلك وانت هتلاقي اسم أندي، وانك لعبة كمان ما حصلتش، انت ما فيش زيك ولا قبلك ولا بعدك، حتى انا ما جيش جنبك حاجة، واي ولد يتمنى يكون عنده لعبة زيك، وانا اللي كنت مفروض اتربط في الصاروخ يا باز مش انت. وبص على رجليه ولقى فعلا اسم أندي، وحاول ينقذ أودي لحد ما خرج، ولكن للاسف ملحقش يفك الصاروخ لان المنبه رن، وابتدى يقوم سد ويفوق وياخد الصاروخ بسرعة باز وعلشان يبتدي ينزل تحت فجره. ولكن أودي حاول ينقذ باز وعمل خطة بمساعدة كل ألعاب سد، وعملوا اجتماع واتفقوا على الخطة، وفي نفس الوقت أندي بيعزل وسد بيظبط الجنينة وبيظبط اللعبة بالصاروخ، وابتدوا ينفذوا الخطة ويلهوا الكلب بتاع سد علشان هو كلب شرير. وخرج الكلب من البيت وابتدوا يخرجوا من فتحات الباب للحديقة، وأودي رمى نفسه قدام الولد سد الشرير، فأخده وحطه على الشواية وولع الكبريت علشان يولع الصاروخ. سمع أودي بيتكلم وابتدى يقول له احنا مش بنتقطع ولا بنتفرقع، احنا لعبك، وابتدى يتطلع له كل لعبة دمرها قبل كده وكسرها وفجرها، وابتدت اللعب تلف حواليه
وإنه قد إيه لازم يعامل كل لعبة باحترام لأنهم بيشوفوا وبيحسوا بكل حاجة. فالولد سد خاف منهم وصرخ جامد وكل خططهم نجحت، وابتدى يدخل وخاف حتى من لعبة أخته اللي كانت ماسكاها. وحاول أودي وباز يلحقوا عربية أندي، ولكن باز اتحشر في السور، وأودي حاول يساعده وخرجه، بس الكلب بتاع سد مسك في باز وأودي طلع العربية. وأول ما أودي طلع العربية ابتدى ينقذه بإن هو يدور على اللعبة العربية علشان ينقذ باز بالريموت، وابتدى فعلا ينزل العربية، ولكن كل الألعاب افتكرت إن هو هيكسر كمان اللعبة اللي هي العربية التانية، فابتدوا يرموه من فوق بالريموت. وفي نفس الوقت باز راكب العربية والكلب بيجري وراه، ولكن للأسف فعلا رموا أودي وركب مع باز وبيحاول يوصلوا للعربية. ولكن أول ما شافوا باز وأودي مع بعض ابتدوا إن هم يبعتوا الكلب ينقذهم، ولكن بطاريتهم خلصوا وما عرفوش يوصلوا. ولكن ما كانش في حل قدامهم غير إن هم يستخدموا الصاروخ اللي في ظهر باز، حتى عود الكبريت باظ منهم، وابتدى أودي يولع في تلت الصاروخ من قوة حرارة الشمس من خلال راس باز، وطاروا لحد ما وصلوا في عربية أندي في الكرتونة. وفي السنة التانية بيحتفل أندي بعيد ميلاده مرة تانية، وبيستكشفوا اللعب الجديدة. كان قدامهم مدام بطاطس وآخر هدية كلب. كده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. تابعوا معانا الجزء التاني وهنشوف مع بعض وودي هيعيش مع أصحابه القدام جيسي وبلبل، وهيسيب أندي ولا إيه اللي هيحصل. لو عجبكم الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، وتقول لنا ايه الافلام اللي حابين نلخصها الفترة اللي جاية،